يا مساء الفل، يا مساء التفاؤل والأمل بالله. بدي أعمل أنا وياكم اليوم مسخن رول. زاد معايا يوم الجمعة بقايا الأكل وحبيت نعمل فيه مسخن. كلكم تعالوا صلوا على رسول الله وتعالوا نشوف إيش بدي أعمل كمان. شريت شروة مشمش ما شاء الله كبيرة، بدي أخد منها للأولاد ياكلوا منه، وبدي أعمل الباقي مربى. طبعا انتوا شفتوا الكيوي أنا خزنته معاكم بالفيديو، خزنته زي ما هو حب بالفريزر. أخدت تقريبا 3 كيلو، ما بين 3 كيلو و3 كيلو ونص مش حطيت عليهم كيلو سكر، ركبتهم على الغاز من غير مية، هسيبهم لحد ما يسيح السكر. بدي أرفع الوجه، هيغلي تقريبا لحد 30 دقيقة على الغاز. بعدين بحطله نص معلقة صغيرة حمض الليمون. ما شاء الله شايفين كيف أنا اختصرت بالفيديو على طول. هيك تمام. حطيته لمدة 30 دقيقة وأكتر كمان، يمكن 35 دقيقة قاعد على الغاز. بالآخر حطيت له نص معلقة حمض الليمون، غلي كمان غلوتين وطفيت عليه وسبته برد طول اليوم. بعدين عبيته بمرتبان قزاز، حطيت بمطبقية برا عشان الأولاد إذا بدهم ياكلوا منه أو أعمل أنا منه حلو. طب يلا تعالوا نعمل أنا وياكم. بس هرتب المطبخ وصفت البيض، وتعالوا نعمل أنا وياكم إن شاء الله بإذن الله فنجان قهوة عشان نقعد نعمل أنا وياكم مسخن رول. طبعا أنا صاحية الساعة 6 الصبح، طلعت جبت البيض، طعميت الدجاج، فطرته ونزلت عملت ليلة فنجان قهوة عشان نقعد أنا وياكم نعمل مع بعض. زاد معايا كنت عاملة صينية دجاج، زاد معايا البصل وفي شوية من قطع الدجاج. عندي كفتة قلبتها شوية من غير ولا زيوت ولا إشي، بعدين كلهم خربطتهم مع بعض وعاملة فراشيح وبدي أحشيهم. طبعا أنا نزلته قبل هيك، بدي أحشيهم بالفراشيح. فراشيح اللي هو خبز الشراك الرقيق. تمام. عندي دبس رمان ونزلت زيت الزيتون جنبي ومعلقة سماق وجبنة مبشورة، جبنة كشكفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدي أبدأ أحشي. طبعا أنا قطعت الفراشيح زي المثلثات، انت حسب ما بدك، بس انتوا شايفين أنا كيف قطعتها. هلفها كده بالطريقة هذه. هاي صفتهم بالبايركس، حطيت معلقتين زيت زيتون على نص معلقة سماق أو معلقة سماق، وهدهن فيهم الوجه. وأقل من نص معلقة صغيرة دبس رمان حطيت عليها. ما شاء الله شفتوا عمل كمية، عمل بايركسين. طب حطهم على جنب وبدي أطلع نعمل الذرة على النار. صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا غاليين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاملين إحنا جرة قديمة جبناها عملناها زي الكانون كده. حطينا الذرة على الغاز، قلت بدي أطلع الدجاج اللي عندي الفروخ الصغيرة وأقصقص الريش تبعها وخلاص أطلقها مع الدجاج الكبير. كنت أنا عزلاهم على جنب. الديك هذا مش مطلعاه برا، الديك هذا للأكل عزلناه عشان يعني ما يتقتلوش مع بعض، لأن لما بيكون في كتير ديوك في المكان بيدبحوا بعض. طبعا لازم إذا أنت بدك تربي دجاج تضلك تطلعي على جناحاتهم كيف الريش، إذا كان طويل الريش قصقصيه بالمقص لأنهم حيطيروا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت بدي أطعميهم شوية قبل ما إيش نخلص من الذرة. شوفوا إذا اللهم صل على سيدنا محمد على شكلهم بالمقص، شايفين كيف أنا حبيت أفرجيكم. لما أنا بكون في كلام في الفيديو مثلا كتير أو طويل الفيديو بكون في تفاصيل أنا بحكي فيها، أما ما بكونش بحكي كلام ملوش لازمة. بس هيك بدأت تغلي الذرة، هسويها وننزل أنا وياكم نعمل صحن ذرة بالجبنة بيجنن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين ما أحلاهم دجاجات الصغار هيهم جوا هضمك. عندي 9 دجاجات صغار ما شاء الله تبارك الله. بس هيك تمام. بدأت الذرة تستوي، بس انتوا عشان بتحبوا يكون في فيديوهاتي هيك طبخ على النار مثلا او اكل على النار وبتحبوا الدجاج، فانا بحب اصوره يعني معكم. اللهم صل على سيدنا محمد. هي بطاطي. كمان انا حكيت لكم البط بيبيض عندي،
ما شاء الله. كمان طعم البيض ذكي جدا تبع البط، رائع. خلاص هيك تمام. عملنا الغدا، دهنت الوجه شوية دبس رمان حسب الرغبة، بس بيجنن، ورشة بقدونس وقطعة ليمون. هنتغدى بعدين ارتب البيت تاني، وهعمل لهم انا وياكم زبدية ذرة بجبنة بتجنن بجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شو ما احلى المنظر بجنن، ومقرمشين هيك ولذيذين. هي تومية طبعا انا حكيت لكم عليها صح؟ لا اله الا الله. طب اسمعوا، بدي اخزن انا وياكم ملفوف قبل ما نعمل الذرة مع بعض. اجاني ملفوف والله، اجا كمية، فقلت ايش بدي اخزنه، احطه بالفريزر، ادفه بالشرنج واحطه بالفريزر، لما تيجي تستخدميه من غير سلق من غير اي اشي، على طول فكفكيه عن بعضه وابدي لفه. او اذا حبيتي تسلقيه اغليه غلوتين وخلص. ماهر بيساعدني، بحطه بالفريزر كده 100%. خلص ما احلى لما تطلعيه من الفريزر وتلفيه، بيجنن. طيب احنا هنعمل الذرة بالسكينة كلها. مجهزة انا الصحون اللي زي الفخار، بدي احطهم بالفرن، ممكن على الغاز، على عين الغاز تحطيه على نار هادية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معلقتين زبدة او معلقة سمنة اذا موجود زبدة حطي، معلقة بهارات مدخنة، شطة حسب الحاجة، ملح تقريبا هحط انا معلقة صغيرة، لانه ما شاء الله انتم شايفين كمية، هذه الكمية بتعمل 5 صحون. اللهم صل على سيدنا محمد. بشرت انا جبنة، قلت لكم انا بستخدم جبنة كشكفال بتجنن. بدي احطها بفرن الحطب فوق بالفرن، بس تسيح الجبنة هينزلوا لي اياها ادهم وماهر. حطيناها بالفرن الحطب، ولحد ما ساحت الجبنة نزل لي اياها ادهم، بس احكي لكم ريحتها بتجنن بجد. لو ما عندكيش انتي فرن على الحطب عادي، فرن عادي، حطيها بالخبازة وين ما بدك، المهم تكون الجبنة بتسيح. على عين الغاز فيك تحطيها، تلفيها سليفان تحطيها على عين الغاز. شوفوا لي كيف ما احلى هالمنظر بجنن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طول ما انتي لسانك رطب بذكر الله صدقيني يومك بيعدي ما احلى. شوفوا لي هالمنظر ما احلى. ان شاء الله دائما تعجبكم فيديوهاتي، وبكون عند حسن ظنكم، بكونش ذنبي تقيل عليكم. وأمانة إذا وصلتوا لهون بالفيديو ما تنسوا تصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحكي لكم مع ألف سلامة، ودمتم في رضا الرحمن غليل.